السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس محمود رجب. في ناس قالت لي اشرح الفيديو بتاع برمجة الديكودر أو قراية الديكودر أو إعطاء رقم للديكودر. ده ديكودر موجود معانا زي ما حضراتكم شايفين، ديكودر ECD 100. تمام. طبعا زي ما احنا شرحنا نشرح تاني. انت بتختار في نقطتين هنا، في مكانين لتعريف البروجرام او لقراية الديكودر. زي ما انتم شايفين كده بتختار الكابلين الازرق والاحمر. تمام. وتضيفهم بالشكل اللي انت شايفه ده، احمر مكان الابيض، الازرق مكان الاحمر، مش هيفرق. بتضيف الكابلين زي ما انت شايف. تمام كده الكابلين موجودين جوه اللوحة. بتيجي بره زي ما انت شايف كده. هرجع خطوة لورا بس عشان تبقى عارف انا دخلت ازاي. ادي كده المنيو. تختار المنيو، قائمة تشغيل ديكودر. بعد كده بتختار ريد ديكودر، وانا كده الكابل موجود جوه. اعتقد كده الصورة واضحة. بتدوس هنا الديكودر بس كده بيعمل سيرش، دور هو كده على الديكودر، بيختار، بيقول لك اختار، تضيف الرقم اللي موجود عندك اللي انت عايز رقم كام. السيشن ده انا رقمه في اللوحة هنا رقم 4، فانا اخترت رقم 4 بالشكل اللي انت شايفه. موضوع سهل وبسيط. وتقرر بقى، بتبدأ ان انت تقرر في السيشن التاني، وفي معاك لما توصل هنا لحد 75 وبتبدأ تدوس هنا بروجرام. انت زي ما انت شايف كده خلاص الديكودر بروجرام ديكودر نجحت عملية القراية وخلاص. وبدأ انت ممكن بقى تغير للقراية التانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما برمجنا الجهاز بتحط على الكرتونة رقم الديكودر، وبتحط برضو على الديكودر رقم الجهاز اللي انت برمجته. وكده يبقى خلصت كده البرمجة. بتحط طبعا عشان وانت بتركب يبقى عندك عارف انت عرفت الديكودر ده على رقم كام في اللوحة. شكرا لكم والسلام عليكم.